مش عارف يعني اذاكر ازاي. انا كل ما اذاكر حاجه المعلومات بتختفي تماما من الذاكره بتاعتي بعدها بفتره بسيطه. ليه يا ابني انت بتذاكر ازاي؟ عادي بمسك الكتاب واقعد بقى اقرا المعلومه واقعد اقراها كذا مره ورا بعض لحد ما تثبت في الذاكره. طب ما طبيعي انك تنسى. اصلك اللي بتعمله ده اللي هو يعني بنسميه الحفظ الصم، ان هو تمسك المعلومه بقى تقعد تقراها كتير ورا بعض كده وتكررها، متخيل ان انت كده هتحفظها. انت بتحفظها بس في الاول، لكن بعد كده هتختفي من الذاكره لانها بتتخزن بس في الذاكره المؤقته. في تقنيه تساعدك بشكل كبير انك تخزن المعلومه في الذاكره طويله المدى، اسمها التكرار المتباعد. ايه طريقه التكرار المتباعد دي؟ الفكره بتاعت التكرار المتباعد هو ان انت لما تتعلم معلومه جديده الطبيعي خالص ان المعلومه دي بعد فتره من الزمن بتتاكل وتختفي من الذاكره بتاعتك. فالشطاره بقى ان انت تسترجع المعلومه في الوقت اللي هي هتبتدي تتاكل فيه. يعني اول مره لو المعلومه لسه جديده خالص غالبا هتبتدي تتاكل من الذاكره بعد ساعه، فانت بقى تروح مراجعها بعد ساعه. المره اللي بعد كده بعديها بيوم، بعد كده مثلا بعديها ب3 ايام، بعد كده بعديها باسبوع، وهكذا بقى. كل فتره هتلاقي المده بتزيد لان خلاص المعلومه بتبقى ثابته في الذاكره، بتحتاج بس تعمل لها ريفريشمنت. مش شرط تقرا المعلومه كلها من اولها لاخرها، انت تراجع بس الملاحظات بتاعتك والحاجات اللي كنت كاتبها ومعلم عليها. فكره حلوه، طب هجربها كده واشوف بقى هفضل فاكر المعلومه ولا لا. تمام، انا متاكد ان الطريقه دي هتبقى مفيده ليك، وان شاء الله بالتوفيق.